سمعت ان في توليفه بن عامله قلبان في مصر الجديده، وفضلت ادور علشان اعرف مين اللي ورا التوليفه دي. طلعت مصنوعه بايادي فلسطينيه، وبعد بحث كبير قدرت اوصل لام اليوسف صاحبه التوليفه. وبالاخص ان انا اصلا بشتري دايما بن العميد، ودايما بشتريه من الكويت وبيجي لي الشحن لحد مصر هنا، ولسه جاي لي من الكويت حالا. بس بصراحه التوليفه دي من كتر ما الناس بتتكلم عنها شدتني اعرف ايه الاسرار ان البن ده مشهور بيها في مصر الجديده، وبالاخص ان هو اصلا بيتباع اونلاين. تعالوا نشوف قصه ام اليوسف الاخت الفاضله من فلسطين. تسلم يا احمد من لطفك. والله هو ما فيش اسرار قد ما احنا بنختار حبوب جيده، وبنعتمد على المذاق الاصيل للبن، ونحن نجيب حبوب بدون شوائب بيور، وكمان نحمصها بطريقه سليمه نحافظ على خواصها. المنتج عندي داخل في كذا لاين، عندنا القهوه، في عندنا وسط وعندنا فاتح وعندنا غامق وعندنا محوج وساده، وعندنا نسكافيه وقهوه بندق. بنحاول نرضي جميع الاذواق. وانواع الحبوب اللي معروفه الارابيكا والروبستا، اخذنا افضل انواع الارابيكا مع افضل انواع الروبستا، وطلعنا بتوليفه مميزه مش هتلاقيها الا عندنا. حاليا احنا شغالين اونلاين، وان شاء الله لقدام بيكون عندنا مكان باذن الله ونستقبلكم فيه. تسالني من وين اجى اختيار الاسم؟ ابني في غزه يوسف، فقلت يوسف حاضر في كل مكان، فقلنا ام اليوسف. جربونا.